اليوم أفقت على خبر مفجع، وهو موت أخي السي محمد، وهو أصغر مني وهو مصور معروف. وانقلبت حياتنا رأسا على عقب حينما سمعنا هذا الخبر، وخاصة زوجته وأبناؤه ووالدته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعزاؤنا وفاء واحد في الجمهري محمد الأخ ديالي، وكنشكر جميع الإخوان والأخوات اللي أزرونا في هذه المحنة، والله يرحمه ويوسع عليه. كانت عندنا صداقة وأخوة طويلة جدا جدا، وتغيب العبارات لذكر مناقب هذا الرجل الطيب الحسن المعشر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعجز اللسان على وصف أخلاقه وكرمه وسلوكاته، اللهم اغفر لنا وله. كان صديقا حميما وزميلا، وكان بالفعل يتميز بميزة خاصة لا في مهنته ولا في علاقته مع أصدقائه ولا مع أبنائه. اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنتمنوا لهاد العائلة المرحوم وهذا، نتمنوا لهم الصبر والسلوان، ونتمنوا لهم الصبر من القلب ديالي انا والعائله ديال الزملاء المصورين، وهذا كنتمنوا له انا ليه وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كنفقدوا واحد اخ عزيز، اخ كريم حميد حنون لطيف، كان قلب خالص، قلب سموح، يساند الجميع، يعطي من حقه، يسامح في حقه، كان كريما مع الناس جميعا، وكان يؤدي مهنته باحترام وبتقنية ونوعية فريدة من نوعها، وكان يمثل الصحافة على مدة 40 سنة. صادقناه صدقا حسنا نحن مع الصحفيين داخل المدينة أو خارج داخل المدينة الجديدة أو في الوطن أو خارج الوطن، وكان يؤدي الأمانة بمهمتها، ولكن فقدناه لأننا بغيناه يبقى معنا، ولكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى بغى الله، حاجة اللي بغى الله حنا كنآمنوا بها. وهذا الجمهري كيبقى ذاكرة، علاش؟ لأنه عطى هذه المهنة، عطاها القيمة ديالها المضافة ديالها، وكان زميل في جميع المجالات. اولا كان يساند الجميع، كان حقه للجميع. فهذا الجمهري عزيز علينا من قلب صادق، ضعنا فيه بزاف، وضعت فيه المدينه وضع فيه المغرب، لاننا كان كيمثل المغرب في الصحافه الرياديه بالجديده وباقليم جديده وبالمغرب كامل. فاحنا هاد الجمهري كنتمنوا ليه واحد المقام سعيد عند الله سبحانه وتعالى، وكنتمنوا يفاجئ عليه جميع الاوال، وكنبغيو جميع الحسنات تكثر ليه، باش ان خير الانسان اللي كيموت كيبقى ليه الدعاء والوليده ديالو الصالحه الطيبه. الله يرزقهم الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويسمح لي.